يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال عطاء بفضل الله تعالى مستمر، وما زلنا متواجدين ومستمرين في مراكز اللجوء واللواء، وتحديدا في هذا المركز مركز مدرسة أسمى الابتدائية ألف، لتقوم اليوم بطبخ 10 قدور من طبيخ المجدرة لتقديمه لأهل النازحين في هذا المركز، بتكية طعام مقدمة من شعب قرقستان عن طريق الشيخ بليف ماينايف إلى الأهل الصامدين الصابرين في شمال قطاع غزة، بواسطة جمعية العروة الوثقى الخيرية. جزاكم الله كل خير على ما تقدموه لإخوانكم في شمال قطاع غزة، وطعمكم الله من ثمار الجنة. وشكر موصول لجمعية العروة الوثقى الخيرية، حفظكم الله عونا وسندا لإخوانكم في شمال قطاع غزة وفلسطين. ننفذ هذا المشروع في شمال غزة وفلسطين اليوم الثلاثاء 24 من ديسمبر كانون الأول لعام 2024 ميلادي. تقبل الله منكم، جزاكم الله عن أهل غزة خير الجزاء. اللي معاه على طول مش ليه ولا حتى روحه